بعد فوز الاهلي الصعب النهارده على حرس الحدود، اظن يعني ماتش زي ده كفيل يخلي الاداره تسرع من موضوع المدرب الاجنبي اللي هو. بعدين يا جماعه ماتش جاي الزمالك، يا جماعه الماتش جاي الزمالك، انت هتعمل ايه بجد والله العظيم؟ يعني انا مش فاهمه البطء في ان احنا نجيب مدرب اجنبي ليه. اقسم بالله احنا عندنا شويه لعيبه لازم تركن، والله لازم يركنوا. محمد هاني انت لازم تركن بجد، لازم تركن بعد الهبل اللي انت عملته النهارده ده، الغلطه اللي انت عملتها دي النهارده. ناشئ ما يعملهاش، ناشئ ما يعملهاش. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت طب ما تطلع الكوره بره. انت بتعمل ايه؟ والله انا ما عارفه محمد هاني بيعمل ايه. يعني والله العظيم ما متخيله ان انت بايع اعلى صفقه عندك وسام ابو علي بالسعر ده كله، عشان بدل ما تجيب واحد كواليتي زيه جايب محمد شريف. الله المستعان بجد وحياة ربنا. انا معايا الفلوس دي كلها من صفقه وسام ابو علي، مش عارف اجيب مهاجم يعوضني عن المهاجم السوبر اللي عندي. مش عارفين خالص. فاللي فكر بقى ايه، جه واحد كده فزلوك قاعد قام قال لك ايه ده محمد شريف البديل الانسب والمناسب للاهلي مكان وسام ابو علي، يلا هاتوا محمد شريف بسرعه. ده لازم يتحاكم بقى. ده بقى الشخص الفزلوك ده لازم يتحاكم، عشان محمد شريف مش بديل وسام ابو علي. بصوا من الاخر كده والله العظيم اكتر لاعب في اللعيبه النهارده في الملعب حسيت بروح ويعني روح قتاليه. من عارف قيمه تيشيرت الاهلي؟ ياسر ابراهيم. فوز مهم، فوز مهم، بس هو اهم حاجه والميزه الوحيده الثلاث نقط وسط العك اللي احنا شفناه النهارده ده اهم حاجه، الثلاث نقط. بس مش هينفع يكون ده الاهلي، مش هينفع يكون ده اداء الاهلي.